في يوم في تاريخ مصر من 71 سنة أدى فيه الجيش البريطاني التحية العسكرية للجنود المصرية تقديرا واحتراما ليهم على شجاعتهم في الدفاع عن بلدهم. يوم 25 يناير 1952 قائد القوات البريطانية في منطقة القناة البريجادير أكسهام بيحاصر مبنى محافظة الإسماعيلية بالاسم المجاور ليها، بيدي إنذار لقائد قوات الشرطة المصرية مصطفى رفعت، بيقول له احنا محاصرين الاسم بتاعكم، استسلم، سيبوا أسلحتكم جوه الاسم واخرجوا وانتم رافعين ايديكم فوق راسكم ومعاكم مهله 5 دقايق. رد عليه مصطفى رفعت من جوه الاسم وقال له ولا 50 سنه علشان نستسلم. طب ايه السبب اللي خلى الانجليز يقرروا يحاصروا الاسم ده اساسا؟ نرجع لورا شويه سنه 1936. مصطفى النحاس باشا رئيس وزراء مصر وقتها وقع اتفاقيه معاهده مع الحكومه البريطانيه، كان من بنودها انه بتتعهد بريطانيا بالجلاء عن مصر في اسرع وقت ممكن. لحد ما ده يحصل تتنقل كل القوات البريطانيه من كل المحافظات المصريه بيتمركزوا بس في مدن القناه. سنين طويله جدا مرت بعد كده، الانجليز موجودين في مصر زي ما هم كانوا بيماطلوا في تنفيذ بنود الاتفاقيه دي، وهنا الشعب المصري ادرك ان البريطانيين مش ناويين يخرجوا من مصر ولا بالطبل البلدي. راح طالع النحاس باشا سنه 1951 بقرار مفاجئ الغاء العمل بمعاهده 36، وقال جملته الشهيره وقتها من اجل مصر وقعت معاهده 36 ومن اجل مصر بلغيها النهارده. طبعا مع الغاء المعاهده يبقى كده وجود البريطانيين في منطقه القناه امر غير مشروع، وبدات اعمال المقاومه الشعبيه تطلع ضد قوات الاحتلال. بداها المصريين بمظاهرات احتجاج على وجودهم، وبعدها استقالات جماعيه ل60,000 عامل مصري في المعسكرات البريطانيه، وحرق اكبر مستودع غذائي بيخدم الانجليز واسرهم في مدن القناه، وده طبعا كان بيكلف بريطانيا خسائر ماليه كبيره جدا. الموضوع ما خلصش لحد هنا، بدات اعمال فدائيه فرديه وجماعيه تطلع من المصريين ضد الانجليز، وده كان معيشهم في رعب مستمر لدرجه ان هم طلعوا قرار ان مفيش جندي انجليزي يمشي لوحده في شوارع الاسماعيليه، واجلوا كل الرعايا المدنيين البريطانيين ورجعوهم على انجلترا مره تانية. في نفس الوقت ده جه لبريطانيا تقارير ان قوات الشرطه المصريه هي اللي بتساعد الفدائيين في عملياتهم، بيخبوا اسلحتهم جوه اقسام الشرطه. راحت بريطانيا مطلعه قرار يوم 23 يناير 1952 نزع سلاح الشرطه المصريه بترحيل كل افراد الشرطه من الاسماعيليه للقاهره. جه اليوم الموعود 25 يناير 52 شافت فيه الاسماعيليه والعالم كله مشهد مرعب. القوات البريطانيه جايبه 7000 جندي، عربيات مصفحه ودبابات واسلحه حديثه ومدافع رشاشه، واقفين قدام مبنى اسم شرطه الاسماعيليه ومحاصرينه. وجوه الاسم عدد من الضباط والجنود المصريين عددهم ما يزيدش عن 150، ومعاهم بنادق بدائيه من اللي بتضرب رصاصه برصاص. فطبعا دي معركه غير متكافئه في القوه خالص. توقع الانجليز ساعتها ان المعركه دي اخرها ساعه وتخلص، لكنهم اتفاجئوا ان القتال استمر اكثر من 5 ساعات. خرج بعدها مصطفى رفعت من الاسم، اتوقع البريجادير اكسهام انه بيعلن استسلامه، لكنه اتفاجئ انه بيطلب منه اخلاء الجرحى من الجنود وبس. فطبعا اكسهام اتغاظ جدا ورفض طلب مصطفى رفعت، وطلب منه مره تانية ان هو يستسلم. كان رد مصطفى رفعت عليه ساعتها انه ده مش هيحصل الا على جثتنا، وراح داخل تاني لاسم الشرطه. ابتدت المعركة مرة تانية، فضل الضباط والجنود المصريين واقفين صامدين بيقاوموا ورافضين الاستسلام لحد آخر نفس فيهم، لحد ما الذخيرة اللي معاهم كلها خلصت. استشهد منهم 56 جندي واتصاب أكتر من 80. وقتها البريجادير أكسهام قال لمصطفى رفعت للرغم انكم أعدائنا لكن من حقكم علينا ان يتضرب لكم التحية العسكرية على البطولة اللي انتوا عملتوها. بعدها خرج من الاسم باقي أفراد القوات المصرية كسبانين احترام العالم كله بما فيهم عدوهم. مبنى الاسم ده هو دلوقتي مبنى مديرية أمن الإسماعيلية. يوم 25 يناير بقى هو يوم عيد الشرطة المصرية كلها.